السلام عليكم خياتي ومساء الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وهاد لا فيديو تلقاكم كامل بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم حبيباتي راح نشارك معكم روتيني، لكن هذا الروتين في دارنا. هذه الايامات ان شاء الله راح نولي نحط لكم روتينات في دارنا. المهم هنا خياتي كي نض الصباح كما راكم تشوفوا، كان الام تاعي والاب خرجوا باش يقضيو هكا صوالح كانوا خاصينهم. المهم وجابوا معاهم هاد لي كرواسون، اي جبت الكاس تاعي هذا صغير، قلت نشرب كاس تاع الجو مع هذوك لي كرواسون. وهما بنان خياتي عندهم الداخل الزبيب مع واحد لا كريم هكاك، والفوق كما راكم تشوفوا شيكولا وسكرو غلاس، يعني بنان بزاف. شهيتكم في الجنة خياتي. وهنايا نجوز باه نوري لكم المشتريات ولا القضيان اللي شراتو الام تاعي للكوزينه، يعني حوايج هكا كانوا ناقصينها يعني للدار، يعني قضيان خفيف. قالت لي هذا واش خصني اشريته. وقبل هذا الشيء خياتي حبيت نرحب كامل بالمشتركين الجدد اللي انضموا للقناه، ونقول لكم مرحبا ونورتوني في القناه خياتي. كما راكم تشوفوا هنايا شريت هذا الحليب، شريت هذا الفردو تاع حليب كونديا، هذا باه يشد لنا هكا على الاقل سيمانه. وزادت شريت هاد القرعه تاع الزيت تاع 2 لترات وقيله ونص، هذا ما كان باسكو كانت عندها تاع 5 لتر. هي زادت هذه برك اون سي جامي. شريت تاني هاد العلبه تاع لي مادلا. وبيان سور هذا كوتكس خياتي، هذا لي بابي اللي نمسحو بهم يدينا. شريت باكي هكا يجيو الزوج والثالث مجانا. وتاني شريت هادو لي لانجات، هادو قالت لي 3 ب25,000، ملح بزاف، والباكي فيه 100 تاع لانجات. وزادت شريت هذا الباكيت صغير تاع الخميره تاع الخبز، هي كان عندها باكي تقريبا مازالو جديد لكن تحب تشري بزياده. وشريت تاني هاد الصاني بوخياتي، هذا بزاف هايله ريحته. عبالكم الناس اللي عندهم الحساسيه ما ننصحكمش بيه، اللي عندهم حساسيه بالمنظفات هذا قوي، خاصه ياكل هكا في النيف، الريحه تاعو تشميها من البعيد بزاف هايله. وهذا خياتي فليتوكس تاع الذبان. عبالكم هنايا وين كاين الحشيش والطبيعه وكامل، عبالكم هنايا كاين ذبان بزاف خاصه في الصيف. وهنا شرت هاد البلاكيت تاع الدجاج، هذه خياتي وقيله يجيو فيها ما على باليش 4 تاع الفخاذ ب100,000 ولا. وزادت شريت دجاجه كومبلي. وزادت شريت تاني الغازوز، شريت القرع تاع 1 لتر، قلت لها شري هادوك صغارات خير ما تشري هادوك تاع 2 لتر ومن بعد نشربوا منهم ومن بعد نردوهم للفريجيدر، هكا كيروح لهم كاع الغاز تاعهم في باطل. تما تاع 1 لتر خير. وهذوك هما المشتريات. وهنايا جست باه ندير الغدا خياتي، هنايا كنت نسيت باه ندير لهم الرز. اليوم راح نوري لكم، نعطي لكم الوصفه تاع الرز اللي نديرها انا بطريقتي، يجي بزاف بنين خياتي. انا كما راكم تشوفوا كنت قطعت البصل مربعات، تاني الجزر مربعات، والطوماطيش تاني قطعتها دي بتي كاري كما راكم تشوفوا. وهنايا جبت لاكوكوت تاعي ندير فيها شويه زبده، ونحط لي مورسو تاع الدجاج تاعي يتقلاو. انايا درت هنايا وقيله 3 تاع الفخذ مع نص تاع الفخذ، درت قيسنا يعني، خليتهم يتقلاو مليح هكا حتى يبداو يحمروا، يعني يتغير اللون تاع الدجاج تاعكم. ومن بعد نقعد نضيف في الخضره هذيك تدريجيا ونخليها تاني تتقلى كامل. لازم تخليو الماكله تاعكم تتقلى مليح. كما قلت لكم السر تاع البنه راه في التقليه كامل، الا ما قليتيش الماكله تاعك ما راحش تجيك بنينه. ويبقى كل واحد وطريقه تاعو في الطياب. هنايا خياتي كنت درت كامل الخضره، دوك نضيف لي زيبيس. هنايا عندي فلفل كحل مع راس الحانوت. وفي بلاصه الكركم خياتي راح نضيف 7 توابل، هادو يتباعوا في الحانوت واسمهم 7 توابل، يجي اللون تاعهم كيما الكركم، ذوقهم وريحتهم بزاف هايله. وهنا يا خياتي راح نضيف بيان سور الثوم. انا الثوم تاعي خياتي الام تاعي تديرو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا في المغرف، يعني دير هذه الخلطه فيها كامل لي زيبيس ومع الثوم، وترقدهم في زيت الزيتون وديرهم في بلاره تاع الزاج وتحطهم في الفريجيدير. كل ما تطيب تجبد شويه في المغرف، دير عوض ما دير كامل لي زيبيس دير برك هذيك المغرف تاع الثوم فيها كلش خياتي وبزاف هايله وبنينه. المهم وضفت هنايا الملح وفلفل عكري بيان سور. وهنايا ضفت تاني نص كعب تاع جumbo.
وهذا واش درت كامل. دوك نخليهم كامل يتقلاو بعقلهم هكا كما راكم تشوفوا. نخلي كلشي يتقلى مليح ونضيف لهم بيان سور هنايا عندي الجلبانه هذه كونجلي، نضيفها له تاني هكا باه تتقلى معاهم شويه. وكي يتقلى لي كلش خياتي بيان سور نمرق شويه بالماء سخون. هنايا الماء كترت شويه، دوك تشوفوا يعني كترت شويه قيس ما يتغطى لي الدجاج وكامل، باسكو لاصوص هذيك رايحه نطيب فيها الروز تاعي. ونغلق لا كوكوط خياتي ونخلي كلش يطيب حوالي هكاك 20 دقيقه ل 30 دقيقه نلقى كلش طايب. وهنا نروح نجبد الروز تاعي. انا استعملت الروز تاع اريج يعني تاع بسماتي، لا مارك تاع اريج هذيك لا مارك بزاف هايله. هنا نفرغوا كامل في الطبسي خياتي باه نشلو. انا نحب نشلل الروز تاعي هكا باه يتنحلو كامل هذاك. اصلا كي تشليها راح تلاحظي انه الماء ولا كامل ابيض. المهم نشلو كامل ونروح باه نديرو في لاصوص يطيب. هنايا كما راكم تشوفوا كانت لاصوص تاع الروز تاعي طابت. الور نحيت كامل هذاك لي مورسو تاع الدجاج نحيتهم في الطبسي، وهاي ليك لاصوص هذيك اللي بقات لي. درك ان ندير الروز تاعي في لاصوص ونخليه يتجمر، نخليه شويه يتجمر كما راكم تشوفوا. هنايا كان طاب لي كامل. الور طفيت عليه يعني من با 5 دقائق ل10 دقائق. وهنايا كنت فرغته كامل في هذا البلا كيما راكم تشوفوا باه نزيد نحمرو في الفور. ونهز كامل هذوك لي مورسو تاع الدجاج تاني نزيد نحطهم كامل فوق هذا الروز وندخلهم كامل مع بعض للفور ونخليهم يحمروا لي كامل. صدقوني خياتي جا بزاف بنين، خاصة الدار عجبهم كامل. المهم هنا نكون شاهدكم ان شاء الله في الجنة تاني. ودوك دخلته للفور خياتي. وهنا بعد ما طاب لي كامل شوفوا كيفاه رجع، كيفاه جا محمر كامل الفوق. وهنايا قاعده نعمر في الطبسي باه نوري لكم. وهنايا عبلكم ما جاش كامل معجنكم. تعرفوا اصلا الروز تاع بسمتي ما يتعجنش، يجي يتفرق حبه حبه. المهم هنا يا خياتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله خياتي نشوفكم في فيديو جديد ولا في روتين جديد. وما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. وإلا عجبتكم لا فيديو خياتي ما تنسوش ديروا لي هذاك الجنب باه تطلع لي لا فيديو. وما تنسوش تاني ديروا لي اشتراك في القناة هكا باه كل ما نحط جديد يوصلكم خياتي. ومع السلامة ودمتم في رعاية الله وحفظه.